بيسعدنا ان احنا يكون معانا الكابتن والمذيع كريم حسن شحاته. ازيك يا كريم؟ ازيك يا ساره؟ عامل ايه؟ كله تمام، انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، الف مبروك على الجائزه. الله يخليك. الحمد لله كريم، النهار رياضه مشهوره بكريم حسن شحاته، ليه؟ والله الحمد لله، يعني من ساعه ما القناه، من دي 1 اول ما القناه طلعت، كان اول يوم في الهوا انا كنت يعني برنامجي كوره كل يوم. فالحمد لله يعني عاملين شغل كويس بقى 4 سنين في قناه النهار رياضه، وبنجتهد وبنحاول، والحمد لله بقى عندنا مشاهد دلوقتي، واحنا القناه الرياضيه الاولى في مصر. عندنا بعض المشاكل الفتره اللي فاتت عشان الدوري واذاعه الماتشات، وانت عارفه صراع القنوات بقى والوكالات الاعلانيه وكده، لكن الحمد لله عملنا ارضيه كويسه، والواحد بيجتهد وبيبقى سعيد جدا كمان لما بيبقى بيلاقي ان في تقدير من الناس في الشارع ومن المشاهدين، وكمان في تكريم في مهرجان زي مهرجان النهارده. فالواحد يعني بتديله حافز اكتر كمان اللي هو يشتغل اكتر، والحمد لله يعني. طيب الجمهور بيقولوا عليك حيادي ولا بيقولوا عليك بتنتمي لفريق معين؟ لا بصي، هو انا الناس كلها عارفه انا زملكاوي، بس انا من ساعه ما اشتغلت في الاعلام وانا واخد عهد على نفسي ان انا انسى الانتماءات على الهوا. يعني ممكن اشجع الزمالك بره الهوا، لكن على الهوا يعني لازم اقول حق ربنا بالظبط يعني. فالحمد لله الناس كلها بتحبني، الحمد لله، اهلاويه وزملكاويه واسماعيلاويه. لا انت ما شاء الله ليك جمهور من كل الفرق، اهلي وزمالك واسماعيلي. ما انا عايز انجح، يعني عايز انجح. المشاهد لما يحس ان المذيع اللي قدامه ما عندوش عاطفه عند حته معينه، حتى مع والدي، يعني والدي مدرب، ما برضه ما بحسسش الناس اللي انا عشان والدي مثلا فانا بجامله او كذا، فاهماني؟ فالواحد عايز الناس كلها تحبه، فانت مش هتخلي الناس كلها تحبك غير لما تقولي الحق او الصدق يعني. فالواحد بيحرص على كده، والحمد لله الامور ماشيه كويس يعني، الحمد لله. طيب كريم، بتتمنى ايه للرياضه في الفتره القادمه؟ والله اتمنى الرياضه المصريه الفتره اللي فاتت، كان في سنتين ثلاثه اللي فاتوا الامور مش مظبوطه كنتائج بالنسبه لكره القدم على وجه التحديد. عايز الجماهير ترجع، بس لازم ترجع بضوابط طبعا، ومن غير ما يبقى في مشاكل ومن غير الشغب. نفسي اوصل دلوقتي تصفيات افريقيا، نفسي اوصل كاس افريقيا، بقالنا 3 سنين او 3 بطولات ما بنوصلش. نفسي اوصل كاس عالم، حلم مصر وحلم المصريين. فنتمنى الحاجات دي تتحقق الفتره اللي جايه، رغم ان البشاير بتقول ان في عندنا تخبط شويه في اتحاد الكوره وفي اداره منظومه كره القدم، لكن احنا بنتمنى وبنحاول لو في حاجه بنكتشفها مثلا غلط بنحاول ننتقدها نقولها عشان نوجه الناس المسؤولين للحاجه الصح، وربنا يكرم يعني ان شاء الله نشوف مصر في كاس العالم كده الفتره الجايه. كريم، مبروك على الجائزه، وبنتمنى لك دايما التوفيق ومن نجاح لنجاح يا رب. الله يخليك يا ساره، متشكر، وكل سنه وانت طيب. انا عايزه كلمه بقى تقولها لرئيس المهرجان احمد عليوه. انا بشكره طبعا ان هو كل سنه بيجمعنا من انجح ناس في مصر وفي العرب على فكره، مش مصريين بس، يعني شايف ان فنانين كتير. وايه رايك في تنظيم المهرجان؟ لا تحفه طبعا، حاجه يعني ده الواحد بيبقى بتشرف فعلا ان هو في احلى مهرجان بيتعمل سنويا يعني، فاهماني؟ يعني بتكرمي الاميز، وما انت بتجمعي الاعلاميين كلهم والفنانين والمطربين في مكان واحد، وبتديهم، خلي بالك التكريم ده بيديهم حافز ان هم خلال السنه اللي بعديها يجتهدوا اكتر عشان يرجعوا يتكرموا تاني. بيبقى يوم حلو قوي، وبنشوف طبعا كل النجوم العرب والمصريين. فاتمنى ان شاء الله تبقى كمان كل سنه احسن واحسن ان شاء الله. كريم، نورت مهرجان القنوات الفضائيه. الله يخليك يا ساره، بنورك يعني، متشكر. ميرسي يا كريم. ميرسي يا ساره، متشكر.